ونفذته الشركة الخاصة بيه، وكان اسمها في الوقت ده ايفل اي سيو. وتم إنشاء الكوبري بين عام 1875 وعام 1879 قبل إنشاء البرج إيفل بباريس ب10 سنين. بيرتكز كوبري إيفل المعلق على جبلين كبار اتصمموا خصيصا ليه، علشان الكوبري يكون في أعلى نقطة في الحديقة، والزوار يشوفوا روعة المكان وأنظر الحيوانات والنباتات والزهور والأشجار في العالم كله موجودة في جنينة الحيوان. هتلاقي في مدخلين في بداية ونهاية الكوبري بتتعلق فيهم أسلاك حديدية قوية ماسكة الكوبري بقوة. وأبدع المهندس جوستاف إيفل بإنه صمم الكوبري بطريقة التعشيق. كوبري إيفل المعلق بحديقة الحيوان في الجيزة مفهوش أي مادة لحام ومسامير وصواميل إطلاقا.